ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. يلا بينا مشتريات جديدة من عند شي ان بمناسبة 11/11 او سيل 11/11. مش قادرة اقول لكم كمية الخصومات اللي موجودة على الويب سايت دلوقتي مش طبيعية، ومش قادرة اقول لكم انا عملت كام اوردر. يعني لا يعني الموضوع عمال يوسع مننا، بس بجد الخصومات رهيبة، خصومات بطريقة مش طبيعية. هحط لكم على الشاشة كود خصم عشان لو حبيتوا تعملوا اوردر، كود الخصم ده يديكوا خصم اضافي، وكمان احط لكم السيرش كود. السيرش كود ده يسهل عليكم ان انتوا تروحوا على كل الحاجات اللي عليها سيل، بتفتحوا الابلكيشن بتاع شي ان وعند السيرش بار ده بتحطوا السيرش كود يفتح لك كل الحاجات اللي عليها سيل. ويلا مش عايزه اطول في الانترو اكتر من كده، كل القطع اللي هتشوفوها هتشوفوا صورها على الشاشه، هتلاقوا اللينكات والاكواد بتاعتها تحت في الديسكربشن بوكس. وبس كده يا حلوين، لايك للفيديو ويلا بينا. نجيب اول حاجه بالبلاوز دي طلعت تجنن. يعني بص خلينا تدي الحاجه حلوه بقى، دي طلعت تجنن في اللبس يا جماعه. بصوا هي عباره عن قميص لونه ابيض عادي وملزوق فيه توب، بس التوب ده شويه ايه يعني، عايزه اوريكم القماشه بتاعته شويه كده، اللي هو كانه مش لكرة بس هي قماشه كده خشنه شويه، عارفين كده. بجد شكله في اللبس خطير وبيخلي شكل الجسم حلو قوي، وفي نفس الوقت القميص طويل لبسته على بنطلون جينز كان بجد شكله كله على بعضه حلو. فالصراحه حبيت القطعه دي قوي ونزلت بيها صوره على الانستجرام من كتر ما انا حبيتها. وعجبني برده ان الزراير بتاعتها لونها اسود، انا مش عارفه تكونوا شايفينها ولا لا. فاما بيتقفل الاسود ده مع الاطار الاسود اللي في النص بجد بيبقى شكلها حلو قوي، فدي حبيتها مليون من 10. نيجي للتوب ده اللي حبيته قوي لان هو شكله توب اسود عادي جدا، بس لما لبسته حسيت ان انا كاني لابسه حاجه اوف شولدر كده، فحسيت شكله حلو قوي. لو لبستيه على سكيرت سودا ودخلتيه من جوه يبقى شكله حلو جدا، لبستيه كده وبرده هيبقى حلو. الصراحه حبيته جدا جدا وشكله كان حلو قوي عليا، وهو مضلع كده. يعني مش عارفه ممكن تشوفوا التضليعه دي ولا لا، بس هو باين ان هو مضلع ان كان في الاسود او في البيج. نيجي للتوب ده، هو شكله خطير، يعني شكله في اللبس يجنن على بنطلون جينز. يعني انا كنت جايباه عشان البسه على جينز اسود واحط على كتفي بليزر. في الفيديو مش حاطه بليزر على كتفي، بس اما ابقى اطلع البليزرز يعني، بس ده كان في دماغي اما انا جبته. شكله في اللبس يجنن، بس الماتيريال بتاعته عامله زي البادي كارينا. يعني هو يعني لو لبستيه مثلا في صيف هيبقى مؤذي جدا، يعني هو بس يتلبس في شتاء وعليه بوكلت عليه اي حاجه، بس في الصيف مستحيل لان هو القماشه بتاعته كومبليتلي لكرة. يعني لا مش عارفه هي لكرة ولا ايه، بس اللي هي القماشه اللي عامله زي قماشه المايوهات دي، فلا يعني ده شتا بس كديزاين شكله يجنن. ومين فينا يا جماعه ما بيحبش تيشيرت الحراميه؟ والله العظيم كان شكله عليا يجنن، شكله حلو قوي. هو بسوسته كده، والرقبه بتاعته ينفع تلبسيها هاي نيك، يعني تقفلي السوسته للاخر او تسيبيها مفتوحه كده او تقفليها لغايه النص. مقاسه طلع تحفه، الكم بتاعه خطير، شكله كيوت. يعني هو بيسك قوي بس بجد في اللبس او عليا على البنطلون اللي كنت لابساه بجد كان شكله حلو قوي. ده البنطلون اللي انا كنت لابساه على الشيرت اللي هو الابيض في اسود ده. هو بنطلون تحسوه شويه شبه الليكرا بس مش ليكرا، هو ولا جابردين ولا جينز، هو قماش بس مش قماش قطن. يعني انا مش عارفه اوصف القماشه، بس الصراحه البنطلون طلع شكله حلو كده شبه البنطلونات الرياضيه، كان شكله حلو قوي عليا، والمقاس طلع مظبوط بالظبط. هو في جيب من هنا كده زي البنطلونات الباجي بالظبط، بس كان شكله على الشيرت حلو قوي، يعني تحسوه كانه حاجه رياضيه كده. حبيتهم اصلا الاثنين على بعض، ولو خرجت هلبس الاثنين على بعض. نيجي للبلاوز دي اللي انا مش عارفه احساسي ناحيتها ايه، مشاعري ناحيتها متضاربه جدا. يعني هي كبلاوز شكلها حلو قوي، هحط لكم صورتها على الشاشه. اطارات اسود في الحزام، هي فيها اطار اسود شيك، الزراير بتاعتها حلوه قوي بس شفافه، لازم البس من تحتها حاجه قطن. طب ليه الخنقه؟ يعني ليه الخنقه؟ ما كنتوش قادرين تتقلوها شويه، فلبست من تحتيها توب لونه ابيض عشان اقدر البسها. شكلها كيوت، طبعا كانت محتاجه تتكوي بس انا انسان بيكسل، بس الصراحه شكلها حلو يعني عجبتني. لو انا مثلا عندي خروجه بالليل مناسبه كده كلاسيك، البس لها كلاسيك، البسه واحط مثلا على كتفي كوت، هيبقى شكله حلو قوي. صراحه حبيتها، بس هي مشكلتي الوحيده معاها ان هي شفافه جدا، يعني لازم تلبسي حاجات حلوه. اعذروني على الالوان بس انتوا هتقابلوا معايا اسود كتير قوي. اعتقد ان انا كبرت ونضجت واكتشفت ان اللون الاسود هو اكتر لون سعيد في الدنيا. anyways ده الشورت ده لونه اسود كده، هو تحسوه ميكس ما بين الليكرا والقطن، صراحه مريح جدا في اللبس ومش شفاف. جايباه عشان والله الكم ده، بما ان يعني مفيش حاجه هتبان في الفيديو غير الكم بس حسيته شكله كيوت. عندي بنطلون سكيرت كده كان عليه شكله حلو قوي الصراحه، فمش عارفه حبيته. يعني انتوا قولوا لي ايه رايكم.
اسود تاني. يعني معلش سامحوني، اعتبروا نفسكم مش شايفين ان انا جايبه كل الالوان سودا، يعني حاولوا تعملوا سكيب للنقطه دي. ده شكل الشيرت كده، هو مكتوب عليه كده هنا بالابيض، بجد شكله تحفه في اللبس، وفي زي خيوط كده، انا مش عارفه انتوا هتشوفوها ولا، ايوه اهي باينه زي خيوط كده، بس بجد شكله حلو جدا 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 في اللبس. خلوني اخرجكم شويه من الاسود وادخلكم شويه في البنيات. التوب ده انا كنت بشوفه كتير قوي على الابليكيشن، وشكله على الموديل ملفوف لفه حلويات. هو الصراحه لا، يعني في الحقيقه مش زي الصوره خالص. الاكسبكتيشن كان عالي قوي عندي يعني، بس الصراحه طلع توب عادي شبه المايوهات يعني. مش عارفه، شكله في اللبس حلو بس هو مش مريح اطلاقا اطلاقا، ولا صيف ولا شتاء ولا اي حاجه. الحاجه احنا بنشوفها على المودلز نقول واو، بس بجد الحقيقه غير. وعشان كده انا بابريشيت قوي الفيديوهات بتاعت شي ان. ليه؟ انا ممكن اشوف حاجه على الموقع احس انها حلوه، بس ان في حد تاني بيجيبها ويجربها ويقول لي رايه فيها، دي يعني انت وفرت لي اصلا، عارفين. فالتوب ده اكيد كلكم شفتوه على الابلكيشن وعدى عليكم زي ما عدى عليا. شكله البرنت خطير. مريح؟ لا مش مريح، هو يتلبس بس كده ان انا اصور بيه ساعتين وخلاص خلص. دي انا شفتها على الويب سايت، عيني طلعت قلوب كده زي الكرتون، عارفين، عيني القلب طلع وخرج ودخل كده، عارفين. كان شكلها حلو قوي على الويب سايت، مش هكدب عليكم، هي شكلها على الحقيقه برده حلو يعني حلو، بس الخامه خفيفه. كنت حاساها على الويب سايت باينه ان هي اقيم من كده. مش عارفه ليه حسيت للحظه ان هم كانهم خدوا الصوره وفصلوها شبهها، لكن مش هي، عارفين كده. على الويب سايت باينه ان هي الخامه فخمه وتقيله، بس شكلها حلو مش هنكدب، بس هي خفيفه مش هنكدب. عاجبني قوي الرسمه دي، انا عايزه اوريكم شكلها لان دي باينه انها فخيمه كده، تحسوه كانه مفتاح قديم. شكلها حلو قوي، بس مقاسها واسع قوي قوي. انا بجيب لارج عشان يجي مظبوط عليا، طلعت واسعه واسعه. انا لابساها في الستايلنج مضايقاها بدبوس من ورا عشان يبان شكلها حلو عليا، بس هي شكلها اهبل جدا عليا يعني، واسعه واسعه. فانا كده كده هروح اضيقها فاخليها تبقى ملمومه شويه من عند الوسط. حسيت ان لو كان معاها حزام اسود كانت هتبقى جميله جدا. حتى دورت ان يكون ليها مثلا اللي هي البتاع اللي بيخش فيها الحزام، مفيش يعني. حتى انا اركب لها انا حزام مفيش، بس حسيت ان هي لو فيها حزام هتبقى افضل. جبت السات دي في اللبس شكلها حلو، بس تعالي كلميني في الماتيريال. لا كنت متوقعه ان هي تكون احلى من كده بكتير. اولا الماتيريال بتاعتها مش حلوه خالص، ما عجبتنيش. تحسوها عامله زي يعني اللبس مش حلو يعني، مش الخامه اللي كانت في دماغي، اللي طلبت عن طريقها يعني، او ان تخيلت ان هي تكون هي يعني. الترنج ده اعتقد ان في منكم كتير شافه. هو شكله في اللبس حلو يعني، بصوا عليا حلو جدا، بس انا اللي حاسه بالماتيريال، عارفين كده. بصوا شكل القماشه، بصوا اللي هي بتمط دي، هي ليكرا اعتقد، ليكرا بس اللي هو التخين ده اللي ماسك نفسه ده، عارفين كده. فمش عارفه، هي شكلا من بره حلو بس الماتيريال مش احسن حاجه، ما عجبتنيش على جسمي. ده شكل الشيرت كده تمام، عليه قلب ومعاها بنطلون. البنطلون كان المفروض يكون اطول من كده شويه يعني، حاساه قصير، المفروض كان يبقى اطول. وبرده في قلب من هنا وفيها جيبين وكل شكلها حلو. هي شكلها في اللبس يعني، انا مثلا انزل بيها نزوله سريعه كده، اروح السوبر ماركت، اروح اجيب فهد من المدرسه كده، بس ما اخرجش بيها يعني. انا عندي تريننجز اخرج بيهم حلوين، لكن دي لا ما اخرجش بيها. وثانيا شفافه يعني، انت مثلا لو لابسه، انا بحب قلب الشورت تحت الهدوم، فانت لو لابسه شورت تحت الهدوم بيبان يعني، بيبقى باين. فلا ما لا. نرجع تاني للون اللي عمره ما كسفني هو اللون الاسود. برضو شيرت عادي جدا، الخامه بتاعته مش قطن، هي بوليستر، بس من جوه ناعمه، مش عارفه ازاي، بس صراحه شكله حلو وعجبني فيه دي يعني. جايباه عشان الكم حرفيا. ملاحظين ان انا بحب الابيض والاسود مع بعض قوي ولا مش ملاحظين؟ اكيد ملاحظين. ده شكل الكم كده، شكله قمر خطير يجنن تحفه. فالصراحه عجبتني قوي. بيسك، تقدري تحطي بقى اكسسوري هنا زي ما تحبي، من هنا البسي سلاسل الدنيا كلها ولا يهمك. وانا بحب الحاجات البيسك دي، لو هتلبسي اكسسوري بيبقى باينين، لكن ما يبقاش هي فيها حاجات واروح لابسه اكسسوري، مش هيبقى احسن حاجه في الدنيا. فالبسي هنا اكسسوري زي ما انت عايزه. والصراحه شكل الكم يجنن وخطير وماسكه نفسها يعني. التانية كانت سايبه، دي بصوا فبتنزل على الايد كده خطير. مين فينا دلوقتي ما يستغناش عن الشيرت الابيض؟ مفيش حد ما يستغناش عنه صراحه. قطعه اساسيه صيف وشتاء لازم تكون عندي شيرت ابيض. انا مغيره كميه شيرتات بيضه مش طبيعيه، بس صراحه بالنسبه لي هو قطعه مهمه، وسبيشال لو كان
طويل، ده طويل ويتلبس لوحده تحفه. انا بحب اجيبهم عشان البسهم على البلوفرز في الشتاء، بيبقى شكلهم حلو قوي. هو القميص نازل والاسوره بتاعت القميص طالعه كده من البلوفر، بجد بيبقى شكلهم حلو قوي. فدي قطعه اساسيه في اي دولاب، اي بنوته لازم يكون عندك قميص تلبسيه تحت الهدوم في الشتاء، بيبقى شكله حلو قوي. وبس كده حبايبي، ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وهتلاقوا كل حاجه موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.